القصة دي ممكن تكون مش مرعبة، بس صدقني بعد ما تشوف وتسمع القصة دي للآخر هتكون مصدوم ومرعوب من اللي بيحصل. اقفل النور وحط سماعاتك وركز معايا عشان هنبدأ الحكاية. صحيت مش فاكر انا نمت امتى ولا فين ولا حتى انا مين. كل اللي حواليا ضلمة. حاولت اتكلم صوتي مش طالع، حاولت افتكر اسمي لكن مفيش فايدة، مش فاكر اي حاجة. فجأة سمعت اصوات كتير، راجل وست وطفل كلهم بيصرخوا في نفس اللحظة. صوتهم مش طبيعي لدرجة تخوف. بصيت حواليا، لمحت من بعيد خط نور رفيع جاي من تحت الباب. قربت من الباب خطوة، فتحت الباب لقيت أوضة ضلمة تانية، وفي نص الأوضة كان في راجل واقف شكله مرعب. على طول استخبيت ورا حيطة جنب الباب. خدت نفسي بالعافية بحاول ما طلعش أي صوت، وكنت بهدي نفسي. اهدى انت فين؟ انت مين اصلا؟ وانا بتحرك لورا شوية رجلي خبطت في حاجة حديد على الارض. الصوت رن في الأوضة كلها. الصريخ اللي كنت سامعه من بعيد وقف، وبعدين سمعت صوت خطوات بطيئة جاية عليا. الخطوات قربت للحتة اللي انا مستخبي فيها. حاولت ارجع لورا بس ظهري خبط في الحيطة، مبقاش ورايا مكان ارجع له. الخطوات وقفت ومفيش اي صوت. حسيت برجلي بتترعش فجأة. صوت خشن قريب قوي من ودني، كأنه واقف جنبي بالظبط. قلب صوت مكسور لكن مرعب. أنا غلط، فاشل، متكبر. حسيت بإيد باردة مسكت كتفي بعنف. بالعافية قدرت ألف وشي ناحيته. مفيش وش، مجرد فراغ، بس جواه لمعة حمراء زي ما تكون عينين من نار. مد ايده التانية وكتم نفسي. حاولت اتحرك، اصرخ، اعض ايده، لكن جسمي كله بقى تقيل كأني مشلول. نفسي بيقل، الدنيا بتسود حواليا، واخر نفس خرج حسيت اني بموت. الغريب ان اسوأ لحظة في القصة ما كانتش الموت، كانت في اللي جاي بعد كده. فتحت عيني فجأة لقيت نفسي واقف لابس جوانتي قدامي ترابيزة عمليات، واحد نايم وجرح مفتوح، واصوات حواليا: مبروك يا دكتور شريف، حضرتك وقفت النزيف. ببص جنبي كان في ممرضة واقفة، بس وشها مش طبيعي، عينيها فاضية ما فيهاش سواد، مجرد فراغ. بتبتسم ابتسامة واسعة بس ما فيهاش اي روح. لساني اتحرك كأني متبرمج يقفلي الجرح. الكلام خرج من بقي بس مش بإرادتي. لفيت مشيت ناحية الباب، وانا خارج من اوضة العمليات ممرض جه جري ناحيتي: يا دكتور شريف، مرات حضرتك على التليفون. اداني الموبايل، حطيت الموبايل على ودني وسمعت صوت ست بتعيط: ايوه يا شريف، ابنك بيموت يا شريف، الدكتور بيقول لازم تلحقه حالا، مش هينفع يستنى انك تيجي. لساني رطب عصبية من غير ما الحق افكر. هو في دكتور في الدنيا يعرف حالة ابني اكتر مني؟ انا الدكتور شريف، مفيش حد هيحط ايده على ابني غيري. وقولي للدكتور يستناني، انا جاي اعمل العملية بنفسي وخليه يجهز كل حاجة. ردت عليا وقالت لي: يا شريف بلاش تكبر، احنا مستنيينك بقالنا ساعة كاملة بعد الميعاد اللي انت حددته للعملية، الواد بيموت قدامي. رديت بعصبية: خلاص انا خلصت عملية الوزير، العملية دي ما تعرفيش كانت مهمة قد ايه في السي في بتاعي، انا عارف اني اتأخرت وهطلب اوبر وهاجي على طول. وقفلت المكالمة. ومرة تانية حسيت ان اللي بيتكلم مش انا، وكأني مجبر اسمع اللي بيحصل. طلعت من المستشفى، طلبت عربية، وبعد دقايق العربية وقفت قدامي. ركبت ورا. السواق كان باين عليه تعبان، عينه حمراء. بصيت اول حاجة على اسمه في الابليكيشن، اسمه محمود سعد. الاسم ده انا اعرفه، وقلت بكل تكبر: انت انا اعرفك مش كده؟ مردش، وسرحت مع نفسي في اسئله كتير. انا مين فعلا؟ ازاي من شويه كنت في اوضه سودا ودلوقتي انا دكتور؟ بس لاحظت ان السواق بينام. انت يا ابني انا ورايا حاله، ايه الهبل ده؟ انت بتنام؟ رد بصوت كله تعب: لا يا باشا، لا يا باشا، ما تقلقش، انا صاحي بس اليوم كان طويل شويه. وفجاه ركن على جنب الطريق في شارع ضلمه. السواق نزل من العربيه وقال لي: معلش انا مزنوق شويه، هروح وارجع على طول. بصيت حواليا من الازاز، مفيش اي حركه. السؤال رجع يزني في دماغي تاني: انا فين؟ انا مين اصلا؟ هو انا فعلا دكتور ولا انا حد تاني؟ الموبايل رن، رديت بسرعه. الصوت حزين ومكسور: انت السبب، ابنك مات يا شريف، انت اللي قتلته. ريم انت فين؟ بتقولي ايه؟ وافتكرت ان دي
نفس الاصوات اللي سمعتها في الاوضه الضلمه. فجاه حسيت ببروده فظيعه، بصيت على الازاز اللي جنبي، لمحت حاجه حمراء، عين بتبص عليا من ورا الازاز. حد خبط على الازاز خبطه جامده، العربيه كلها بتتهز، الازاز بيتشقق وبعدين فجاه اتكسر. ايد سودة طويله دخلت من الشباك، كتمت نفسي، نفس البروده، نفس الشلل، مش قادر اتحرك. صوت تريلا عالي، نور ابيض من بعيد، العربيه بتتحرك لوحدها، صوت فرامل، صوت خبط، صريخ، الدنيا اسودت. لو انت فاكر ان اللي مات هو الدكتور يبقى لسه ما فهمتش القصة، لان اللي جاي هيخليك تقول ان الموت كان ارحم. فقت على صوت طفلة صغيرة بتلعب. يا ماما فوقي بقى، افتح عينك. انا في اوضة بسيطة، سرير قديم، ملايات قديمة. قمت، رجليا وجعاني، حاسس بتقل غريب في جسمي. بصيت حواليا، في بنت صغيره بتبصلي. يا ماما انت هتروح الشغل النهارده برضو؟ ماما. انا قمت بسرعه، جريت على مرايه مكسوره، اللي باصص لي مش راجل، ده ست، ووشها تعبان، جلدها غامق من الشمس، تحت عينيها سواد من قله النوم، طرحه بسيطه، جلابيه رخيصه. لمست وشي، نفس الاحساس، انا بقيت ست. ومين كان شريف ده اصلا؟ ازاي بكل بساطه الاقي نفسي ماما؟ البنت مسكت جلابيتي. يا ماما انا جعانه، هو احنا كل يوم لازم ناكل فول؟ انا نفسي اكل لحمه مره واحده، لحمه حقيقيه زي اللي بشوفها في التلفزيون. ضحكت ضحكه فيها وجع. بكره لما تكبري يا حبيبتي هناكل احلى لحمه وحاجات احلى كمان. بس وانا بقول كده بطني عملت صوت جوع، رجليا بتوجعني من كتر الوقفه والشغل. بنتي بصت لي وقالت لي انت هتجيبي النهارده لحمه صح؟ هزيت راسي، هحاول يا ساره هحاول. الليله دي الساعه كانت قربت 2 بعد نص الليل. انا امنيه شغاله في بيت ناس اغنياء، بنظف، اكنس، اطبخ، وارجع اخر الليل ماشيه في شوارع فاضيه علشان اوفر ثمن المواصلات. كنت لسه مخلصه شغلي، وقبل ما امشي بصيت على السفره اللي فاضل عليها اكل كتير. قلبي وجعني. قربت من الست صاحبه البيت، ست ضخمه وشها فاضي. لو تسمحي يا مدام، في اكل هيترمي، ينفع اخده معايا لبنتي؟ بصت لي من فوق لتحت وبكل اشمئزاز. انا عندي ارميه في الزباله ولا اخليه يطلع بره البيت؟ انت جايه تشتغلي عندي ولا جايه تشحتي؟ كلامها نزل على قلبي زي السكينه. نزلت عيني في الارض من الحسره. من اخر الاوضه، من حته ضلمه، سمعت صوت، مش صوت راجل ولا ست، صوت غريب. سيبيها تاخد الاكل، حرام عليكي. الست اتخضت. الصوت اتكرر اعلى شويه. سيبيها تاخد الاكل، هي محتاجاه. الست مسكت راسها، بصت لي وقالت خد اللي على السفره وخلاص، بس ما تتعوديش على كده. بصيت على الترابيزه، الاكل اللي كان بعيد فجاه لقيته قدامي ملفوف في كيس، وكيس الاكل بقى في ايدي. في حاجات مش طبيعيه بتحصل، بس الفرحه غلبت اي خوف. شكرا شكرا، وخرجت اجري، الكيس في ايدي، فرحان والفرحه ملياني. اخيرا ساره هتاكل لحمه. الطريق كان طويل وضلمه وانا ماشيه لوحدي، حاسه ان رجلي مش شايلاني من كتر التعب. في صوت بعيد، صوت عربيه، وبعدين ولا حاجه. لو وصلت لحد هنا خلينا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، علشان الجزء اللي جاي اصعب بكتير. انفاس تقيله، ريحه سولر، عرق ودخان سجاير. فتحت عيني، انا قاعد على كرسي عالي، دريكسيون كبير قدامي، دي شكلها تريلا. بصيت في المرايه لقيت نفسي راجل، وبدات اشوف ذكريات. انا حسين، سواق تريلا. الليله دي رجعت من سفريه طويله، شهور بره البيت، بنقل بضاعه من بلد لبلد، كله عشان ارجع بقرشين. ما قلتش لمراتي اني راجع، قلت افاجئهم، اجيب لهم حاجات بسيطه، واحضن عيالي، واشوف مراتي، واريح جسمي على السرير، جسمي اللي ما دقش راحه من شهور. طلعت على السلم وانا طاير من الفرحه. فتحت الباب بهدوء من غير ما اعمل صوت، لكن سمعت صوت ضحكة راجل، صوت سرير بيتحرك. باب الأوضة كان موارد. قربت، قلبي عمال يدق. زقيت الباب، شفت مراتي تحت راجل غريب على السرير بتاعي، في أوضتي، في بيتي. الدنيا اسودت، مش فاكر ايه اللي حصل بعد كده غير فراغ وصرخات وزعيق وغضب، وإيدي غرقانة في حاجة حمراء. المنظر اللي بعده، كنت راكب تريلا وبجري بيها على الطريق، عيني محمرة، دمعتي نازلة، رجلي تقيلة على البنزين، كلهم خاينين. انا اللي عشت زي الحمار، وفي الاخر فاشل حتى في اني ابقى راجل ليا كرامة. السرعة بتعلى 80 100 120، وفي المراية لمحت حاجة غريبة اللي حصل. وش راجل مش حسن، نفس الوش اللي شفته في الأوضة الضلمة، وش
من غير ملامح وعينين حمرا. رجعت اشوف الطريق تاني. فجأة ظهرت عربية ملاكي قدامي. حاولت اتفادى العربية ولكن مرة واحدة الدنيا اسودت تاني. هنا حسيت اني مش بحل محل حد، مش الدكتور، مش امنية، مش حسن. كنت متعلق في حتة سودة وبرجع اعيد كل اللي حصل ده تاني. الدكتور شريف وهو سايب ابنه يموت عشان كبريائه وتكبره، وامنية وهي بتلف طول اليوم علشان تجيب حتة لحمة لبنتها. حسن وهو بينهار لما شاف خيانة مراته. كل مرة ارجع الأوضة السوداء وكل حاجة بتتكرر تاني في دايرة مش بتخلص، رعب وعذاب. بس المرة دي قررت اني ما استخباش واقف في نص الأوضة. قررت اني ما اعملش حاجة. فجأة لقيت نفسي راجل تاني. كان انا الحقيقي سواق اوبر اسمه محمود سعد، 32 سنة، متجوز وعندي بنت صغيرة، مديون وتعبان. وانا اللي كنت سايق العربية اللي دخلت تحت التريلا. انا كنت سايق في الليلة دي. انا اللي فتحت الابليكيشن وخدت الرحلة وركبت الدكتور شريف. وانا اللي كنت بنام وانا سايق. ما خدتش بالي من الست اللي ماشية على جنب ولا من التريلا اللي جاية بسرعة من ورا. ثانية واحدة كانت كفيلة تنهي على حياة 4 أرواح. الاشخاص اللي عشت معاهم مش ناس غريبة، دول الضحايا اللي ماتوا بسببي، الدكتور والام وسواق التريلا. كل واحد فيهم كنت لازم اعيش لحظته الاخيره وارجع لنفس الدايره تاني. لو انت بتتفرج عليا دلوقتي فكرت تمسك الموبايل وانت سايق او تسوق وانت نايم، افتكر محمود والاربعه اللي محبوس معاهم في نفس اللحظه. مش كل حادثه ناس بتموت وتعدي، في حوادث بتفتح لك دايره ما بتتقفلش.